ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده فيديو جديد وفيديو روتيني جديد مع زي ما انتم شايفين كده شغل المطبخ. وهنعمل النهارده اكله الشعب المصري بيموت فيها موت موت، وهعمل لكم بقى النهارده وصفه فراخ تحفه. بصوا، انا عيالي لما بياكلوها بيبقوا عايزين كل يوم منها، فانا كل فتره كده بعملها لهم عشان ايه؟ اشوقهم ليها. ماشي خلاص، بس ايه، اشطب المواعين واشطب الدنيا دي كلها ونبدا الاكل مع بعض. وهنعمل النهارده الاكله اللي الكل بيحبها، هنشوفها بقى ايه مع بعض. يلا اخلص شغلي ويلا معايا ايه، نغسل المواعين ونظبط الدنيا دي كلها. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بحبكم في الله. هنبدا بقى ايه، نعمل الشغل. وده ايه بقى؟ ده ايه مش هقول لكم، انتوا عارفين طبعا، كل واحده ست في البيت عارفه. انا بقى ايه، جايبه شويه كوسه كده ايه حلوين، خضره وطازه، فلاحي كده. بصوا الكوسه قد ايه، مقاس صغنطوط كده وجميل. خلصت بقى ايه المع بتاعتها، قطعتها ونضفتها كده وهرجع تاني ايه انا مش هقشرها، انا اقشطها كده بالمقشره، مشرشبه كده. ايه، هعمل لها ايه زجزاج كده، تبقى شكلها جميل. اللهم صل على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. خلاص بقى كميه الكوسه كلها ان شاء الله، وايه، نخلص حاجات تانية. عايزه اقول لكم بقى على الفتره اللي انا مصورتش فيها، والله كان غصب عني. انا كنت يعني مضغوطه جامد جدا، كان في مذاكره وانا طبعا ما بديش دروس، كان في مذاكره وفي امتحانات، وانا ما كنتش عايزه اقصر عشان ما يعني عيالي ما يحسوش ان انا قصرت. فكانت المذاكره عندي اهم من كل حاجه. يعني حتى انا لما نقلت الشقه الجديده دي، والله سبت كل حاجه لحد ما خلصت الامتحانات. يمكن العيد جه عليا وانا لسه ما فرشتش حاجه، بس قلت مش مشكله، كله يهون في سبيل ان انا اذاكر لعيالي واخليهم جاهزين للامتحان. وربنا قدرني والحمد لله، نحمد ربنا. ونجحوا وجابوا درجات كويسه، يعني الحمد لله، مش هنقول الممتاز بس الجيد جدا. والحمد لله ربنا يا رب ينجحهم جميعا، وينجح بتوع الثانويه العامه. تالتة طبعا هتبدأ يوم 12، ربنا معاهم، ويا رب كده كل واحدة بتتمنى حاجة ربنا يحققها لها، وما يخيبش تعبهم ابدا يا رب. بصوا انا جايبه البتنجان، بس ايه، هو طويل شويه ورفيعه من قدام، فانا هاخد الجزء التخين لان انا ما بحبش المحشي المقاس الكبير. وده انا مش هرميه، لا انا هقليه واخلله. ماشي، اعمله بتنجان مخلل. الفلفل برضو اهوت. بصوا انا جايبه القرن الصغير، بحب الحاجات الصغيره، تتك عليها كده بالعنق بتاعها بيطلع، ولا سكينه ولا اي حاجه. انا بقى هخلص الكميه دي كلها وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم وايه والفيديو يطول مني. خلاص، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بصوا انا خلصت بقى ايه ورحت غسلته ونضفته كل حاجه. ده بقى ايه، انا قطعت ايه شويه بصل كده شرايح. ماشي، واقطع عليهم شويه فلفل كده حلوين. هقول لكم دلوقتي ده الايه، ما تستعجلوش، خلي عندكم صبر. ماشي، هقطع بقى شويه فلفل كده حلوين عليهم اهو، شرايح برضو. الخلطه دي بقى ما اقولكش عليها، سحريه سحريه سحريه. بصي، ممكن تتعمل فراخ، ممكن تعمل لحمه، ممكن تعمل سجق، ممكن تعمل لاي حاجه. ماشي، قطعته بقى اهوت. احط بقى شويه ملح حلوين كده حسب الحاجه اللي انت هتحطيها. خلاص، واحط بقى فلفل اسمر، واحط تاني شويه بابريكا كده حلوين، معلقتين كده من كل حاجه او معلقه كبيره. خلاص، واحط توابل فراخ او السبع توابل اللي عندك، 7 بهارات.
ماشي. اه، معلقتين برضو كده حلوين. لا اله الا الله سيدنا مولانا محمد رسول الله. حط بقى ايه، معلقتين كبار كده صلصه. دي صلصه جاهزه. هنقلب بقى كل الكلام ده ايه مع بعضه. شوفوا بقى الحلاوه والطعامه بقى لما تعملوها. حاجه كده بتتباع في المحلات، يعني الوصفه دي بتتباع في المطاعم، اقسم بالله بتبقى غاليه جدا. ومش عارفه ليه، مع انها ما كلفتنيش كتير يعني. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. مش عارفه حد بيجيب في سيرتي شرقانه. انا بقى جايبه وراك، مش فراخ. جايبه وراك عشان انا عندي اكتريتهم بيحبوش الا الوراك طبعا، والصدر انا بعمله بانيه. بس انا جبت وراك المره دي. خلاص. احط بقى الوراك كده، رصها بسيب طبقه طبقه كده خفيفه تحت، واحط ايه الوراك، وارص عليها ايه الطبقه الباقيه. انا بقى اشيل الزياده كده عشان لما ارص الباقي ابدا ايه احط الباقي، احط الحشو اللي انا عاملاه. طبعا انا الفراخ ديت متبلاها ومنقعاها بميه بملح ومظبطاها ومبيتاها من بالليل في ميه بملح بليمون. اه. بتعملي بقى عدد الافراد اللي عندك، بتزودي شويه، حد يطب عليكي يبقى في حاجه جاهزه. انا دايما بحب اعمل زياده عن الوجبه، عشان لو حد جه كل واحد وله يعني نصيب في حاجه بياكلها. لو ده بتقول لكم صينيه اوكي مفيش كلام. خلاص. وديتها بقى على الفرن. هنا بقى ايه ده البصل بتاع ايه المحشي. طبعا انا بعمله ني في ني، طبعا الجو حر واحنا مش ناقصين حرارة اكتر ما احنا فيها. فاحنا بعمل ايه ني في ني، بيبقى سهل في الهضم، وما بيعملش حرارة كده، وما بيتعبش، بيبقى ايه ني في ني كده جميل. حطيت الملح، حطيت فلفل اسمر، حطيت كمون. في ما بيحبوش كمون ما تحطيش، انا بحب الكمون في المحشي، بيظهر طعم التوابل كده وبيبقى حلو. وبابريكا، وطبعا برضو 7 بهارات. وهقلب بقى كل دوت مع بعضه كده، تعاكم ببعضه كده. ولا تقلية ولا زيوت زيادة ولا اي حاجة. كفاية قوي الزيت والسمنة اللي في التسبيكة. انا بسبك الطماطم فقط. ماشي. بصوا منظر الحشو، والله بيتكلم شوية بقى ايه خضرة كده حلوين، شبت على بقدونس على كزبرة. انا الحباش ده بحب يكون زياده شويه، لو شايفينه هو كتير، بس انا بحب الحباش بيكون زياده شويه. اقلب بقى كل الحاجات دي كلها كده مع بعضيها. وحدوا الله، قولوا لا اله الا الله. نستغفر كتير ونصلي على الرسول كتير. ربنا يفك علينا الكرب يا رب، وولاء الاسعار والهم. احط بقى ايه ده 1.5 كيلو رز. طبعا عشان انا عندي كوسه وبتنجان وفلفل وورق عنب، فطبعا عشان يكفي. انا مش هتعب ده مش كلته، عشان غدوه طبعا ناكل منه النهارده، ولو بقى حاجه يتغدوا منه بكره ان شاء الله، واحط واجي اعمل جنبه حاجه. نقلب برضو كل ده، كل ما بحط حاجه اهوت ايه بدمجها في بعضيها. طبعا انا قاعده على ترابيزه السفره، عشان المطبخ ما فيهوش ترابيزه، وانا قايله لكم ان انا لسه ما عملتش مطبخ ولا حاجه. يا دوبك الرخامه بتاعه الحوض. بصوا التسبيكه، بصوا الحلاوه، بصوا بقى تقلها وحمرها. سخنه مولعه، يا دوبك لسه نازله من على البوتاجاز. اقلب بقى ده كلته في بعضه. يا حلاوته، يا جماله. بصوا بقى ما اقولكوش، والله والله لو عملتوا الخلطه دي بالطريقه دي، عمرك ما تسبكي تاني عمرك ما هتقلي تاني، ولا هتعملي التقليه تاني. خلاص. انا ايه احط برضو شويه صلصه كده، ايه معلقتين صلصه كده برضو، ايه زيت حمار المحشي، ويديلها ايه المزازه بتاعت الصلصه.
معلقتين كبار كده حلوين. انا بحط ببركه ربنا، ما بحطش بالمعلقه. بركه ربنا معانا في كل حاجه. الحمد لله. ربنا يزيدنا بركه و... ويا رب يغنينا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين، ويهدلنا عيالنا، ويهدي عيال أمة المسلمين أجمعين يا رب، وينجح كل واحد وكل شاب وشابة، آه، يهديهم لطريقهم ويكفيهم شر طريقهم يا رب. هنشوف بقى هنعمل ايه تاني، انا بقى الحله اللي انا طبعا عامله فيها التسبيكه كلها طماطم، هغسلها لا حرام خساره. هحط فيها بقى ايه المحشي. طبعا دي حلل تيفال، بس التيفال بتاعها باظ طبعا. فانا بستعملها زي الالومنيا بالظبط، دعكاها كويس جدا. ده بقى قلب الكوسه اللي طلع. انا بحطه طبقه كده ايه بسيطه كده تحت المحشي، عشان ايه؟ ياخد صدمه النار، عشان ما يلدعش المحشي ولا اي حاجه. وكمان بيدي ريحه حلوه كده للمحشي. ماشي. هبدا بقى بالبتنجان عشان البتنجان بيستحمل شويه للنار. احشي بقى البتنجان والكوسه والفلفل. هنشوف بقى ايه بحشي، بس يا دوبك ايه البتنجانه يعني تتكي عليها كده تلين معاكي، ما تمليهاش قوي عشان ايه الرز ما يطلعش بره. انا عارفه ان انتوا شاطرين وبتعملوا كل حاجه حلو، بس انا بقول اللي مش عارف، عشان في ناس مستصعبه قوي موضوع المحشي ده. ولا صعب ولا حاجه والله. يعني انا مش مستصعباه. انت مش مستصعبه يا روضه؟ لا عادي. الروضه بتقول المحشي بالنسبه لي عادي خالص والله، زيه زي اي اكله. هي بتحب يوم المحشي ده قوي عشان هي تساعدني في كل حاجه. هي شاطره. عايزين نعلم بناتنا بقى، قدامنا فرصة اهو ايه الاجازة. بصوا بقى انا حطيت على النار بقى، انا خدتكم كده في دوكة. بصوا بقى اتفرجوا على الجمال. بصوا الوراك. بصوا المحشي. حاجة كده ايه من الاخر. تحفة. بصوا ورق العنب لسه معلقة عليه، بس هم خلاص مش مستعجلين. قلت لهم بصوا على ما الحاجة تهدى، بصوا بقول لهم ايه ثواني. بصوا الوراك. بصوا الصوص بقى اللي تحتها ده. الصوص ده بقى مع الرز او المكرونة تحفة. بصوا الفراخ مش مستحملة، ما اخدتش وقت على النار، يا دوبك هي غلت على النار فوق وحطيتها في الفرن. ما اخدتش وقت على النار خالص. بصوا. روضه بتقولي انا جعانه، يعني انا بمنتج الفيديو بعد خلاص ما اكلوا، بتقولي انا جعانه. اقوم تحط تاني. البنت شافت الفيديو جاعت. بصوا الفلفل حاجه صغنطوطه كده وحاجه جميله. والله انا وانا بجيب الحاجات وياه يا بت، بس يا بت، وياه يا عظيم. انا وانا بجيب الحاجه ديت في ناس كانوا واقفين بيشتروا معايا بيقولوا لي انت واخده الحاجات الصغننه قوي كده ليه؟ انت مرارتك واسعه. قلت لهم انا بحب الحاجات الصغيره دي. وبعدين الصبع لما يتاخد يا دوبك